يبدأ الفيلم بيوم 14 يوليو عام 2004، وبهذا اليوم الحكومة أعلنت رسميا إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين التركية، وينذاع الخبر بالتلفزيون والجرائد، وفجأة تطلع بنية اسمها أوفا تروح وتفتح الجرارة وتطلع علبة تذكرها بالماضي، ونشوف والد أوفا اللي يكون اسمه ميمو هو كان ينتظر أوفا بباب المدرسة على مود يرجعها وياه للبيت. وبالطريق أوفا تشوف جنطة تعجبها كلش هواية، بس يكون سعرها غالي على ميمو. لما يرجعون للبيت أوفا تسأل بيبيتها وتقول لها أصدقائي بالمدرسة يقولون على بابا مجنون، وأني أنحرج من هذا الشيء وما أقدر أرد عليهم. وبيبيتها تقول لها إنه عقل والدك هو نفس عقلك. ولما يجي ثاني يوم نشوف ميمو هو يبيع التفاح، وبهذا اليوم هو قدر يجمع ثمن الجنطة، فيروح مباشرة للمحل اللي موجودة بيه الجنطة، لكن يتفاجأ يلقي الجنطة مبيوعة، واللي اشتراها هي صديقة أوفا سيدا اللي يكون والدها مقدم بالجيش التركي. وميمو يعرض على والد سيدا اللي يكون اسمه آيدن أن يشتري من عنده الجنطة، بس آيدن يرفض، وميمو يوقع سيدا بالغلط من غير قصد، وآيدن بسرعة يعصب ويضرب ميمو، وأم ميمو تحاول تهون على ميمو اللي صار. وبعدها نشوف ميمو هو يرعى الأغنام، وفجأة يجون أصدقاء أوفا ويبدون يضوجونه ويستهزئون بيه، ومن ضمنهم سيدا واللي يكونون هم وأهلهم برحلة للبحر. وبهاي الأثناء تصعد سيدا على منحدر عالي جدا بدون ما يشوفها أهلها، وفجأة تزحلق من المنحدر وتوقع بالبحر. فميمو من يشوف الموقف بسرعة يقفز بالبحر ويحاول ينقذها، ولكن للأسف ميمو يفشل بإنقاذها وسيدا تموت. وبعدها يجون أهل سيدا وهم يكونون بحالة من الانهيار بسبب وفاة بنتهم، ويبقون يلومون بميمو باعتبار هو اللي رماها بالبحر، لأن كانوا يعتقدون هو كان يضوج من عدها، وبسببهم ميمو يوقع بتهمة القتل ويتم القبض عليه، والشرطة يبقون يحققون ويا ميمو ويعذبون بيه. بس ميمو يبقى مصر على قراره ودائما يكرر جملة انه العملاق صاحب العين الوحدة هو اللي شاف اللي صار. بهاي الاثناء الشرطة تجبر ميمو على انه يبصم انه هو اللي قتل سيدا، وفجأة يدخل آيدن والد سيدا ويبقى يضرب بميمو، وميمو كل ما يحاول يبرر موقفه يزيد آيدن بالضرب. اما أوفا وجدتها يبقون نايمين على الرصيف، وبثاني يوم أوفا تشوف والدها وهو بسيارة الشرطة، وميمو يقول لأوفا انه العملاق ابو العين الوحدة هو اللي شاف اللي صار. وهنا أوفا تتذكر موقف صار وياها، والموقف هو من كانت هي وأبوها ميمو نايمين على الأرض وهم يكونون قريبين على القلعة المهجورة، ونعرف إنه ميمو وأوفا سموا البرج اللي بيه الفتحة بالعملاق صاحب العين الوحدة. وبهذا الوقت ميمو راح للسجن بأمر من الحرس الوطني لحد ما يصدر به قرار الحكم، فهنا يستقبلهم مأمور السجن ويأمر الضباط ويقول لهم لا تقولون للسجناء على جريمة ميمو، لأن إذا عرفوا راح يقتلونه. وهنا ميمو يروح للزنزانة الخاصة به واللي يكون رقمها 7. وبهاي اللحظة نشوف أوفا وهي رايحة للبرج، ومن توصل تلقى شخص قاعد بالبرج وتقول له صديقتي وقعت بالبحر وأبويا اتهموه إنه هو اللي قتلها. فهذا الشخص يرد عليها ويقول لها أني شفت اللي صار، ويقول لها إنه والدك بريء وما له علاقة باللي صار. وأوفا تفرح هواي من تسمع بالخبر وتقول له أني راح أروح أجيب الجدة وأجي على مود أنت تحكي لها اللي صار حتى بابا يطلع من السجن. وبالفعل هو يوافق، ولما تروح لجدتها وتجيبها للمكان تتفاجئ إنه الشخص اللي كان موجود اختفى. بعدها نشوف ميمو هو يدخل للزنزانة مالته، وزعيم الزنزانة اللي يكون اسمه إسكرو يلزم الضابط ويقول له شنو تهمة ميمو. فالضابط يقول له كل اللي صار، فهنا يتهموه بجريمة قتل وهو ما له ذنب بيها. بهاي الأثناء يروح ميمو للفراش مالته على مود ينام، وفجأة يجون عليه الأشخاص اللي موجودين بالزنزانة فيغطون راسه وياخذوه للحمام ويبدون يضربون بيه لأن هم صدقوا كلام الضابط. وعلى أثرها ميمو انتقل للمستشفى، فالدكتور يقول لهم انه معجزة هو لحد الآن عايش، وانه متعجب هو شلون قدر يتحمل كل هذا الضرب، ويقول لهم انه اغلب اعضام جسمه متكسرة ولازم يبقى بالمستشفى لفترة من الوقت على مود يتعالج. فمأمور السجن يقدم طلب بنقل ميمو من هذا السجن الى سجن اخر حرصا على سلامته. بس الموضوع لما يوصل للمقدم آيدن يرفض طلب النقل ويبلغ ضابط السجن فاروق ويقول له اني دزيته للسجن هذا على مود يتعذب. وبعد مرور 10 ايام ميمو يطلع من المستشفى ويرجع للزنزانة مالته، وهنا نشوف سجين اسمه يوسف، ويوسف كان يباوع على الحائط ويتخيل شجرة قدامه. فهنا إسكرو يروح ليوسف ويسأله ويقول له انت ليش طول الوقت تباوع على الحائط؟ بس يوسف ما يجاوبه. فإسكرو يأمر ميمو يشتغل ويا السجين سليم بأعمال الزنزانة، وبعدها السجناء كلهم يطلعون من الزنزانة. فهنا ميمو يشوف سجين يكتب رسالة لأهله، فيروح عليه وياخذ من عنده ورقة ويكتب رسالة لبنته أوفا ويقول لها أني مشتاق لك هواي ومشتاق لبيبيتك وأني بخير ودا أسوي صداقات بداخل السجن.
السجن، ولما يخلص ينطي الرسالة للضابط، فأول ما ياخذ الرسالة من عنده يشققها ويرميها، وميمو يبقى طول الوقت يصيح باسم بنته أوفا. وبمرور الأيام القصيرة يجي يوم المحكمة، لكن للأسف ينحكم عليه بالإعدام أمام أنظار والدته وبنته، فوالدته تنهار وتنقهر، وميمو ينهار ويبكي بكل حرقة لأنه راح يعوف أمه وبنته اللي ما حد إلهم، بس ما حد كان بيده الحل. ونشوف معلمة إيفا بالمدرسة وهي تحاول أن تساعدهم، فتاخذها وتروح للسجن على مود تشوف والدها، وللأسف الحراس ما يخلوهم يفوتون، بس المعلمة تتعارك ويا حراس السجن، وهنا أوفا تركض وتروح للسجن تبقى تصيح باسم اللعبة اللي كانوا يلعبوها سابقا. وفجأة ميمو يسمع بنته وهي تصيح باسم اللعبة، فيطلع من الزنزانة بسرعة وهو ما كان مصدق سمع صوت بنته، ويبقى يركض ويتجه لسور السجن بسرعة ويصيح على أوفا بنته، لكن الحراس يمنعونه، وميمو ينقهر هواي لأن كان يريد يشوفها وهو يكون بحالة من الانهيار الكبرى، وأصدقائه لما يشوفون هاي حالته ينقهرون عليه ويدخلوه للزنزانة. وفجأة نشوف الضابط فاروق وهو شاف كل اللي صار، فيحزن على الوضع اللي بيه ميمو، وبعدها يروح ميمو ينام وهو يبكي، وكل السجناء يبقون يتعاطفون وياه بسبب هالموقف الحزين اللي صار قدامهم. وهنا يبقى ميمو يحكي لهم على بنته أوفا وهو شقد يحبها، ويقول لهم انه زوجته توفت وتركت أوفا وهي صغيرة، ويقول لهم اني بقيت مهتم ببنتي واني مالي علاقة بموت الطفلة سيدة، وكل اللي كنت اسويه هو ارعى اغنامي، واني شفتها وهي توقع ورحت على مود انقذها واطلعها من المي، بس للاسف اني ما قدرت. ونعرف انه كل السجناء بدوا يصدقون بيه وهم كانوا يعتبرونه مجرم، لكن تغيرت فكرتهم ولما شافوا الحالة اللي هو بيها. ولما يجي الليل إيسكرو يقوم من الفراش ويروح للحمام، وفجأة يدخل وراه أحد السجناء واللي يكون اسمه جنكيز، وهو يطلع سكينة من الآلة الموسيقية وكان يحاول يقتل إيسكرو، بس لحسن حظه باللحظات الأخيرة يجي ميمو وينقذه، وللأسف الطعنة تجي بميمو، فكل السجناء يسمعون الصوت ويقعدون من النوم بسرعة ويلزمون جنكيز. وبعد ما عالجوا ميمو السجناء يجتمعون كلهم ويتفقون انه لازم يسوون الميمو اللي يريده، لأنه هو ضحى بنفسه على مود ينقذ قائدهم إيسكرو. فهنا إيسكرو ينطي أمر الأتباع اللي موجودين خارج السجن ويقول لهم انه لازم يجيبون أوفا ويدخلوها للسجن على مود أبوها يشوفها بأسرع وقت، ويروحون البيت ميمو ويبقون يصيحون باسم اللعبة اللي كانوا يلعبوها هي وأبوها. وأوفا من تسمع اسم اللعبة تعرف هذولا أصدقاء والدها، وأول ما يقابلون أوفا يقولوا لها انه والدك هو اللي أرسلنا إلك، وانت إذا تردين تشوفيه لازم تجين ويانا. وبالفعل أوفا تروح وياهم، وأول ما تدخل للسجن يخبؤوها بميزة شاي ويدخلوها للزنزانة، وميمو كان نايم ويباوع للسما، وبهاي اللحظة يسمع صوت بنته وهي تحكي وياه، ويبقى الفترة يباوع عليها من غير ما يتحرك لأن هو ما كان مصدق الموقف. وميمو يقوم من الشرباية ويروح لأوفا ويحضنها ويفرح هواية بوجودها، والسجناء يبقون يباعون عليهم ويكونون فرحانين بهذا اللقاء. وأوفا تقول لأبوها أنا رحت للعملاق صاحب العين الوحدة وقال لي إنه أبوك بريء، وبعدها رحت أجيب بيبي على مود تفهم من عنده، لكن لما جيت ما لقيته. وبعدها أوفا تسأل السجناء وتقول لهم شنو سبب وجودكم هنا، ويبقى كل واحد يحكي قصته ببساطة. فمثلا واحد يقول لها أنا حبيت وحدة وردت أتزوجها بس هي رفضتني وهاني حاولت أقتل نفسي، والسجين الثاني يقول لها كان يخدع الناس وياخذ فلوسهم، وإيسكرو يقول لها أحول الناس إلى ملائكة. ولما تتعرف على بقية السجناء يقولوا لها صار الوقت حتى تروحين، بس قبل ما تروح راحت اليوسف سلمت عليه. وفجأة يجي مأمور السجن ويدخل للزنزانة ويقول لهم وين البنية الصغيرة اللي كانت هنا، فالكل ينكرون وجودها ويقولوا له ماكو أي بنية، لكن ميمو يروح للمأمور ويقول له أوفا موجودة جوا شرباية وأنا صادق ما أقدر أكذب أبدا. فالمأمور يقرر أنه يعاقب الزنزانة كلها، لكن إيسكرو يقول المأمور السجن أنت ما انتبهت على ميمو تصرفاته، لأن مستحيل مثل هيك شخص يسوي هيك ويرتكب جريمة وهذا الإنسان صادق. ويقول له على الأقل أنت اسمع كلام البنية وهي تقول أكو شاهد كان موجود بموقع الحادث. فالمأمور يقتنع بكلام إيسكرو فياخذ أوفا على موقع الحادث، وبعدها يوصلون أوفا على مود تشوف المعلمة مالتها وتقول لها إنه بيبيتها صارت ملاك وصعدت للسما، ونعرف إنه بيبيتها توفت خوفا عليها بعد ما اختفت وخوفا على ابنها اللي راح ينعدم. فالمعلمة قررت إنه تاخذها على مود تعيش وياها. والمأمور يسأل أهل المنطقة ويقول لهم أكو بالمنطقة بناية قديمة ومهجورة، فيقولوا له إيه موجودة وأكو هنا مكان قديم، ويدلون المأمور على هذا المكان. وبالفعل المأمور يروح للمكان ويبقى يدور بيه، وفجأة يلقى سلاح
مخفي جوا الصخور، وهذا السلاح هو الجندي. فالمأمور يروح ويسلم السلاح للضابط فاروق، والمأمور يقول للضابط فعلا اكو شاهد على الجريمة، والشاهد هو جندي هارب من الجيش، واحنا لازم نحقق بالموضوع قبل تنفيذ الحكم على ميمو. بعدها نتعرف على احد السجناء الملقب بالشيخ حافظ، وهو يقعد ويا يوسف ويبدأ يحكي، ويوسف يقول اني دفنت بنتي جوا الشجرة بدون ذنب، واني السبب بوفاتها، واني ما استحق اعيش ولا اشوف نور الشمس لان اني اللي قتلت بنتي. فحافظ يقول له ما دام انت اذيت بنتك فحاول تساعد الاطفال الاخرين. وبمرور الايام اوفا تزور ابوها وتقول للميمو انه بيبي صارت ملاك وطارت للسما، والمعلمة هيجي قالت لي. وميمو لما سمع الخبر انصدم وعرف بانه امه ماتت، ويروح ويقعد لوحده، واوفا تروح تهدي بيه. وباي الاثناء الحرس الوطني يقبض على الجندي الهارب اللي شاف الحادثة بالضبط، وتوصل الاخبار الفاروق ومأمور السجن، وهنا هم يتأكدون من براءة ميمو. بس الخبر وصل للمقدم ايدن، وايدن استدعى الجندي الهارب ويبدأ يسأله عن الحادث. وبمجرد ما الجندي بدأ يحكي الحادث ايدن ضربه طلقة وقتله. وهنا كل السجناء عرفوا بالصار، وعرفوا بعد ماكو اي امل لبراءة ميمو. وهنا يجي يوم تنفيذ الحكم ويتم تحضير المشنقة بساحة السجن، واوفا تروح للسجن وتزور والدها للمرة الاخيرة، فهو يحاول يطمئنها ويقول لها اني راح اشوفك بالمرة الجاية. لكن للاسف ميمو ما يقدر يتماسك دموعه، ويبدأ ينهار ويبكي قدام بنته اوفا لان هو راح يموت وراح يتركها لوحدها. ولما يجي الليل نعرف انه هذا هو وقت اعدام ميمو، وميمو يودع كل اللي بالزنزانة، والسجناء يبدون يحزنون على ميمو وعلى الموقف الصعب اللي بنته صارت بيه. ونعرف انه مأمور السجن والضابط يكونون منتظرين ميمو. للأسف يتم تنفيذ حكم الاعدام بميمو. وبثاني يوم المأمور والضابط يروحون الأوفا ويقابلوها، والمأمور يطلع من جيبه علبة وينطيها الأوفا. وهسه نرجع قبل تنفيذ الحكم بيومين ونعرف اللي صار، ونشوف يوسف وحافظ. ويوسف يقول للشيخ حافظ اني اول مرة اشوف بنتي بالحلم، واني مقتنع باللي راح اسويه اقتناع تام. بعدها يوسف يتفق ويا مأمور السجن والضابط على الخطة، وبليلة الاعدام فاروق يرسل كل الحراس اللي بالقسم للحريق اللي هم سووه بجانب القسم. ولحظة دخول ميمو للمشنقة يتبدل يوسف بمكانه، وبعدها ايسكرو يتفق ويا جماعته اللي برا السجن انه يسوون حادث ويا سيارة المقدم على مود يتأخر على عملية الاعدام. وهنا يتم اعدام يوسف على انه هو ميمو. وهنا يوسف قرر يساعد اوفا على مود يخلص من الذنب اللي هو بيه، لان هو اللي قتل بنته جوا الشجرة. وفجأة نشوف ميمو هو ينزل من السيارة، واوفا تروح عليه وتحضنه، واثنينهم يفرحون برجوعهم لاحضان بعض. وميمو يصعد اوفا على ظهره ويروح يركض، ومأمور السجن والضابط يقررون يرسلون اوفا وميمو خارج البلد حفاظا على حياة ميمو من الضابط ايدن، لان عرفوا اذا بقوا بتركيا فهم ما راح يخلصون من عنده. وبالفعل اثنيناتهم سافروا خارج تركيا وراحوا يعيشون بكل هدوء وسلام. وهنا ينتهي الفيلم.